بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بالنسبة للخاصة بأمور متون الأهرام، وده الشيء اللي أنا هحاول أتكلم فيه وأشرحه، لأن هو ده بداية السلسلة اللي بتؤدي لمعرفة الديانة المصرية القديمة. بمعنى إن لم يصل إلينا أي نص يتكلم عن التجربة الروحية أو التجربة الشعائرية الخاصة بالمصريين القدماء قبل هرم أوناس، حتى في وجود بعض الروايات مثلا زي هيرودوت لما جه مصر وقال إن كان في نصوص مكتوبة على الأهرامات، لم توجد هذه النصوص ولم نجدها. يبقى إحنا قدام نص صريح موجود أمامنا في متون أهرامات الملك أوناس. طيب مين اللي يقدر يحدد ايه اللي اتكتب جواه؟ لحد هذه اللحظة لم يكن اي واحد مصري من الباحثين المصريين يضع يده على متون الاهرام ويتكلم فيها، وكأنها مزرعة خاصة لعلماء الغرب، ونحن بالتالي سلمنا لكل ما قالوه. يعني ببساطة شديدة، لما جم قالوا ان في هرم أوناس ده موجود فيه 321 تلاوة، قلنا وراهم امين. لما جم قالوا لنا ان دي تعاويذ، قلنا وراهم برضو امين. طيب لما نيجي بعد كده نشوف الاسم، بنلاقي ان متون الاهرام قالوا لنا متون الاهرام بس. ليه؟ نسبة للمكان التي وجدت فيه، هي الاهرامات. طيب الا يوجد لها اسم؟ يعني كل البرديات في الدنيا اللي لقيتوا لها اسم لصاحبها، اسم الشيء اللي بتتكلم عنه. كل الكتب الدينية اكتشف لها اسماء الا متون الاهرام. وبعدين جم بعد كده قالوا اسمها موجود جوه المتون نفسها. طيب هل من المعقول ان يبقى فيه كتاب، اجي اكتب كتاب واحط الاسم جوه الكتاب نفسه، ولا بكتبه عنوان في البداية؟ ما ينفعش، لازم يكتب فيه عنوان في البداية، والجزء اللي هو مكتوب جواه ده، الكتاب ده اللي هو المذكور جواه ده، يبقى هو الكتاب الرئيسي اللي هو تاخد منه هذا الجزء المكتوب من هذا السفر. طيب ليه كده؟ لأن هو ده كان المفتاح الذي يقود إلى القراءة الصحيحة لمتون الأهرامات. لو أنت حضرتك عرفت العنوان موجود فين، يبقى هتعرف تقرأ المتون منين. طب هم قالوا إن المتون دي تقرأ من غرفة الداخلية للتابوت. من 25 سنة مسكت الأهرام، بالذات هرم أوناس، لأن هو ده أول واحد، وهو ده المنوط بيه إن هو كل بعد كده يمشي على أساسه. لم أجد أي اسم للكتب خالص. طب طلعت بره قدام شوية، لقيت في المدخل اللي هم عملوه خاتمة الكتاب اسم. يبقى هنا في حاجة مش مظبوطة. بدأت أراجع ما قالوا، لقيت إني أي تلاوة، القاعدة اللي هم حطوها مش إحنا، قالك التلاوة بتبدأ بحاجة اسمها جد مدو، تعبان وكلمة زي علامة المد. الجد مدو ده جد وعلامة كده اهو بهذا الشكل ده. الجد مدو ده لما دخلت عديت في الهرم لقيته 111 تلاوة، عكس ما قالوا 321. ادي اول غلطة تخليني اشك فيك. طيب الاسم سفرة حتبت. سفرة حتبت ماله سفرة حتبت؟ الاسم ده موجود في أول وعنوان للهرم. طب عرفت منين؟ لقيت فيه ورقة بردي بهذا الشكل اهي، اتمنى انها تكون واضحة. ورقة البرد دي معناها كمخصص شفدو. يعني ايه مخصص؟ يعني بتقولك الكلمة دي تعبر عن صحف او برديات.
لو كانت ورقة البرد دي لوحدها كده نعتبرها كلمة، هنقول عنها ايه؟ ميجات، كتاب. الكلمة دي سفر حتبة ميجات اتوجدت في المدخل بتاع الدخول، يعني قبل ما انا بخش الهرم طبيعي جدا ان يتكتب لي العنوان الهرم ده بتاع أناس، فيه ايه واسمه ايه، وجوه هنبدأ الشرح. وده الشيء الطبيعي في اي حاجة، هما ما عملوش كده. وكتبوا جوه المتون في احدى الجملونات اسم كتاب مقدس اسمه النثر ميجات او نثر سيا ميجات، كتب المعارف المقدسة او الحكمة المقدسة، يعني لها ترجمات كتير. الكتاب ده بالنص كده: لقد أخذت يا أناس من كتاب الحكم المقدسة. يبقى كتاب الحكم المقدسة ده زي مثلا هقربها لكم: التوراة، الإنجيل، القرآن، كتاب كبير جوه صور أو جوه أسفار، كلمة سفر، أو جوه بعد كمان الأسفار بتبقى فيه إصحاحات اللي هي التلاوات أو الآيات عندنا في القرآن. يبقى التنسيق الصحيح هم عملوه عند أناس، أسرة 5، دولة قديمة، آخر ناس بنت أهرامات مكتوبة. ليه بقول آخر ناس بنت أهرامات مكتوبة؟ لأن بعد كده في الدولة الوسطى في أهرامات اتبنت، بس الأهرامات دي كانت معمولة بشكل علمي وليس طقسي. طب الأهرامات الصغيرة دي إيه؟ الأهرامات الصغيرة دي بعد ترجمة متون سفر هرم أوناس، سفر حتبة، وجدت أنها تعبر عن طقسة. هو الراجل بيخش الهرم بيعمل طقسة. طيب سفر حتبة ده معناها ايه؟ معناها سف يعني قديم، يعني الكلام او التلاوات او اللغة. سفرت التهدي تعتبر يوت بالعبري، يعني آية أو معجزة، يعني سفر معجزة. نقف. حتبة معاني كتير، معناها قرابين، معناها الرحمة ميرسي، معناها حتبة معناها الميلاد، معناها المبارك. لو حطينا سفرت يعني الكلام القديم، معجزة الكلام القديم المبارك أو القرابين أو الميلاد أو السلام، كلها بتؤدي إلى معنى واحد، إن له عنوان مقدس. طيب إيه اللي هيحكم يخليني أقول سفرة حتبة ده سفر الميلاد أو سفر قرابين؟ تلاوات بعد كده القصة بتقول إيه؟ وناس وجدناه بيتكلم عن حياته من أول ما اتولد، زي الفيضان، زي شروق صبدت في نفس المدخل والاتجاه بتاعها الشمالي الشرقي ناحية نجمة الشارع. هو يولد من هذا المخاض الذي يأتي بفيضان النيل متجها إلى الحياة، متجها إيه؟ إلى الحياة. فتأتي التلاوات كلها حتى الكتابة متجهة إلى الجنوب، لأن الجنوب كانوا بيمثل الحائط الجنوبي ده من الشمال إلى الجنوب هي بداية الحياة السماوية بالنسبة له ببزوغ نجم الشارع، والحياة الأرضية بالفيضان النيلي القادم من الجنوب إلى الشمال. وبكده بنلاقي إن سفر حتبة بيمثل الميلاد، ودي أقرب كلمة ليه. دليلها إيه تاني؟ مقاصير الميلاد اللي هي في نفس الجدار الشرقي، لأن الاتجاهات كانت تمثل حاجة مهمة جدا عند المصري القديم، والميلاد اتكتب في الجدار الشرقي، ومقاصير الميلاد عند أناس في الجدار الشرقي. إذن هو سفر الميلاد الذي يتجدد مع وجود ملك وريث على عرش مصر يدين بشريعتهم القديمة الأوزيرية، وبكررها القديمة في الأسرات الأولى فقط، الأسرات ما قبل الأسرات والأسرات الأولى حتى الستة، ونحط خط وما نتكلمش عن التوحيد بعد الأسرة الستة وعصر الاضطراب الأول، زي ما شرحت في المقالات وهقول لحضرتكم بعد كده. إذن سفر حتبة بهرم أوناس هو أول أسفار بعنوان سفر في كتاب اسمه
الكتاب المقدس ميجات نثر سايا للصابئة المصريين أتباع النبي أوزير. وإلى اللقاء مرة أخرى لشرح ما حدث في الديانة في وقت التوحيد وما أدى إلى انحراف العقيدة بعد ذلك. شكرا.